السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده كده معانا سمك، معانا احلى طريقة سمك هتجربوها. انا كده جايبه سمك بلطي جميل طبعا زي ما انتم شايفين، وحلو. السمك ده انا جايباه من مكان هنا اسمه حلقة السمك، بيبقى فيه السمك طازة يوم بيومه. طبعا انا ما بحبش السمك المجمد ده خالص. انا جايباه طبعا متنضف وشطفته كده شطفه على الحوض. زي ما انتم شايفين السمك بيلمع وصابح ازاي حلو. انا عملت له طبعا خلطه اللي هي توم وفلفل رومي وبقدونس اخضر. قطعته وطحنتهم في الكبه. انت طبعا ممكن تعمليهم في الهون لو ما فيش عندك كبه، وتحط عليهم ليمون، طبعا ليمون كتير وليمونتين كده يعني كبار، وشويه ملح وفلفل وكمون. لا، كمون وكزبره بس، بلاش فلفل. وهنقلبهم في بعض كده، وهنحشي بيها السمك من جوه من بره، وهنسيبه في التتبيله دي قبل السمك بساعه، ولو انت مستعجل ممكن نص ساعه. فبيدي حلو جدا. طبعا تبقى السمكه متشربه كده من التتبيله دي، بيبقى طعمها جميل جدا. بنعمل فتحات كده في ظهر السمكه، لان السمك اللي انا جايباه ده طبعا هو كبير مش وسط. فالسمكه حلوه زي ما انتم شايفين كده، عامله فيها فتحات. وهتبلها كده بالدقيق. زي ما انتم شايفين كده هقلب فيها في الدقيق، اشربها بالدقيق كده من ناحيتين. وبعد كده هنزل فيها بيها في الميه، يعني حركه ايدك تكون خفيفه كده انت بتحطيها في الميه، عشان طبعا الدقيق ما يتشالش منها. الحركه انك انت بتحطيها في الميه دي بتخلي السمكه يعني بتديها قرمشه للسمكه، تبقى السمكه مقرمشه، وفي نفس الوقت الزيت ما يبقاش محروق منك من الدقيق. لان انت لو حطيتيهم على طول كده من الدقيق للزيت، الزيت بيتحرق منك بسرعه وما بتلحقيش تكملي فيه باقي القلب. فالحركه دي يعني جميله جدا، بتخلي السمك مقرمش. يدوب ايدك تبقى خفيفه كده، تصدقيها بسرعه وتطلعيه. زي ما انتم شايفين السمك جميل جدا، وهو زي ما انتم شايفين برضو الزيت ما فيش اي حروق ولا حاجه، حلو جدا يعني. فميزه السمك ده يا جماعه ان احنا ناكله طازه، فبلاش يعني نجمد ده، لانه بصراحه ما بيبقالوش اي طعم. فحركه انك بتحطي السمكه في الميه زي ما انتم شايفين كده، حركه يعني هتساعدك انك انت لحد ما تخلصي ان الزيت يفضل نضيف معاك. وبصراحة السمك اللي هو الكبير ده ما بيشربش زيت كتير، لان السمك الصغير ده اللي احنا بنجيبه هو طعمه جميل جدا وحلو، بس بيشرب زيت كتير. بس السمك الكبير ده ميزته ان هو ما بيشربش زيت يعني كتير. احنا كده كنا عاملين سلطة خضراء عبارة عن طماطم وخيار وبقدونس وجرجير وليمون طبعا وكمون وكزبرة وملح وشوية خل صغيرين. فبنقلبهم في السلطة، بصراحة جميلة. وعملنا طبعا رز صيادية اللي هو عبارة عن بصل، كلنا عارفينه طبعا. بنحمر البصلة ونحط عليها الرز، ونقلبهم كده ونتشرب بالمية. او ممكن تعملي الرز العادي لو انت مش بتحب الصيادية. صراحة رز الصيادية بيبقى جميل جدا. انا عملت الاتنين بصراحة، اتاكل رز الصيادية اكتر، خلص. بفضل الرز العادي. فانا بعمل الاتنين طبعا. ممكن يعني في الاكل ده اذواق، ممكن ما يعجبهمش، فانا بعمل كتير المرتين، بعمل النوعين يعني صراحه. هنا طبعا كان السمك خلص واتقلى. طبعا اتفضلوا يا جماعه معانا، صراحه كان احلى اكله اللي هو اكل السمك ده، جميل جدا. كده كنا جايبين عيش من الفرن. انا بصراحه بعمل عيش السمك ده في البيت، بس الوقت ما كانش هيسعفني لو انا عملته في الوقت، كان متاخر، فانا اشتريناه جاهز وكده من الفرن. السلام عليكم.